أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. وبعد فأقول سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعلياه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لاتغاثه في بلاد وضاعة الغسية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن غرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن نضر بن كنانة بن غزيمة بن مدركة بن إياس وأول من هدى البن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية والرفع للخليل إبراهيم أمسك عنه شارع واباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه ومنتهاه فأذن به من عقد تعلقت كواكب الذرية كيف لا السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم ذكر لها تعالى ولباه وكيف لا سيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نصب تاسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عقد سود الدين وفخر أنت فيه اليتيمة العسماء وأكرم به من نصب ظهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أوردنا زين العراقي وارده في مورد الهني والرواه حفظ الإله كرامة لمحمد رب صل على النبي مدنا أباه الأمجاد صونا لاسمه يا رب صل على النبي مد تركوا الصفاح فلم يصبهم عاره يا رب صل على محمد من آدم وإلى أبيه وأمه يا رب صل على النبي صلاة صرى نور النبوة في أصارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابن عبد الله اقدر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وعظم وكرم وشرف ومجد ووقر وزد وبارك عليه